بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يسعدني المشاركة في هذه الندوة العلمية التي ينظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بإقليم الفقيه بن صالح. الشكر موصول إلى كل الجهات المنظمة، وعلى رأسها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالفقيه بن صالح. وسوف تتمحور مداخلتي حول موضوع الطوبونيميا كأداة لبناء الذاكرة، تسمية المؤسسات التعليمية بأسماء المقاومين. واخترت نموذج محمد بن الفاطمي بن الحاج السلمي، وأحد علماء القرويين، والذي أطلق اسمه على مؤسسة تعليمية. فطوبونيميا المقاومة المغربية نجد بعض الأسماء قد استأثرت باهتمام أكبر ونالت حظا موفورا من العناية، في حين أن أسماء أخرى لم تعرف الاهتمام الكبير، مما جعل هذه الطوبونيميا تفقد نوع من التوازن. ولذلك اخترت في مداخلتي نموذجا مغمورا، وهو علم من أعلام المقاومة المغربية، أحد علماء القرويين الذين اعتصموا بالضريح الإدريسي، واعتقلهم المستعمر الفرنسي ونقلهم إلى السجن بالرباط، ونالوا حظهم من التنكيل والعذاب والمعاناة في سبيل الدفاع عن الملك الشرعي للمغرب، الملك المجاهد محمد الخامس طيب الله ثراه، وأيضا الدفاع عن استقلال المغرب. وكذلك هذا العلم أسهم في بناء مغرب الاستقلال بجهاده الأكبر في نشر العلم وفي التدريس، لأن هذا الرجل كان أيضا أستاذا بعدد من المؤسسات التعليمية ومنها القرويين بمدينة فاس. كذلك مارس الخطابة وكان عدلا موثقا وغير ذلك من المهام، ثم كان أيضا مرشدا في رحلات الحج، ومعروف عند العلماء في تلك الفترة. الرجل عاش الحقبتين، حقبة الاستعمار وحقبة الاستقلال. ولد عام 1924 ميلادية، وتوفي عام 1993. والطوبونيميا المتعلقة بتسمية المؤسسات التعليمية تمثل خطوة لربط الناشئة بتاريخهم وتعزيز الهوية الوطنية، ولكن هذه العملية لم تكن عادلة، يعني كما سبق القول، لأن هناك أسماء طغت على حساب أسماء أخرى رغم دورها البارز في النضال. ولذلك العلامة سي محمد الفاطمي بن الحاج السلمي يمثل نموذجا من تلك الشخصيات المغمورة التي تستحق الاهتمام وإبراز مسيرتها العلمية والنضالية. ولذلك فإن إطلاق تسمية مؤسسة تعليمية باسمه يمكن أن يسهم في إحياء ذاكرته، وأيضا يحقق مجموعة من الأبعاد التربوية والرمزية لهذا الاختيار. ولذلك يمثل هذا النوع من الطوبونيميا أرشيفا مفتوحا وذاكرة جماعية من خلال مخاطبة الناشئة وتجديد هذه الذاكرة، لأن المؤسسات التعليمية يعني وهي تحمل هذا الأرشيف الذي يتحول إلى أرشيف مرئي، فهو يقدم معلومات مكثفة عن الهوية وعن التاريخ، تاريخ الكفاح الوطني، تاريخ الحركة الوطنية. فلذلك يمثل كأنه نصب تذكاري غير مادي، فهو يحيي ذكرى هذه النماذج من رموز المقاومة، ويعني تتحول إلى أداة تعليمية وإلى وسيلة تربوية تخاطب الناشئة يوميا عبر تكرار رؤية الاسم وعبر تكرار ترديده، الشيء الذي يربط الناشئة بتاريخ بلدهم وأعلام المقاومة بشكل يعني مباشر
وبشكل غير مباشر من خلال تكرار هذا الاسم والتساؤلات التي ستطرح بناء على ذلك عن هوية هذا الاسم وما يتعلق به. فالمؤسسات التعليمية وهي تحمل هذه الأسماء يعني تمثل أهمية مضاعفة، لأنها تخاطب فئة عمرية في طور تشكيل ثقافتها. فالأطفال اللي يتعرفون على هذه الأسماء لأول مرة ويربطونه بقيم العلم وبقيم الوطنية وباكتساب المعرفة عموما، وخاصة إذا كانت هذه الأسماء تحضر في الأنشطة المدرسية الموازية، ويتم تعريف التلاميذ بما أسداه هؤلاء الأعلام للحركة الوطنية وللمقاومة المحلية، يعني خاصة في أماكن التي كان يقطنها هؤلاء المقاومين، ومنهم يعني محمد بن الفاطمي بن الحاج السلامي بمدينة فاس. ولذلك هذا الأرشيف سيبقى حيا لا ينسى بسبب حضوره يوميا عبر الفضاء المدرسي وعبر الاستخدام الحضري، لأنه يخاطب يعني الأطفال وأيضا كل من يرتاد هذا الفضاء التعليمي والتربوي من أساتذة ومن آباء وأولياء الأمور. الأرشيف الطوبونيمي المتعلق بالمدارس هو يمثل يعني مناسبة لحفظ تفاصيل حياة هذه الأسماء، لكن مع تكرار هذا الاسم وغياب أحيانا تعريف به قد يشكل نوعا من تحويل الأسماء إلى علامات رموز دون فهم معانيها. ولذلك لا بد من أن يرافق هذه العملية لوحات توضيحية وأنشطة تربوية تشرح مغزى هذه التسمية وسياقها وإسهاماتها في الحركة الوطنية وغير ذلك. ويمثل سيدي محمد بن الفاطمي بن الحاج السلامي نموذج للمقاومة المغربية المغمورة، فهو الفقيه والأديب وعالم القرويين، وكتب الكثير من المؤلفات دافع فيها عن استقلال المغرب وعن ثوابته الدينية والوطنية، وأيضا عرف بأعلام القرويين وبشيوخه خاصة، وفي بعض مؤلفاته المطبوعة، إلا أن أغلب المؤلفات بقيت مخطوطة بخط يده في خزانته الخاصة إلى أن توفي سنة 1993، وبقي من تلك الفترة إلى هذه السنة 2025 حيث تم إهداء خزانته إلى كلية الشريعة بمدينة فاس، لتكون هذه الخزانة رهن إشارة طلاب الجامعة المغربية. وتمثل بهذه الخطوة بدون شك أهمية كبيرة في نقل هذا الأرشيف، أرشيف هذا المقاوم، من أسوار البيت إلى فضاء الجامعة. كذلك العودة إلى هذه المدرسة التي تحمل اسمه، يمكن أيضا تنظيم بعض الأنشطة داخل هذه المؤسسة لتعريف التلاميذ وتعريف الأساتذة وأولياء الأمور بمسار هذه الشخصية، وذلك من أجل تحقيق نوع من العدالة الطوبونيمية، خاصة إذا كان هناك إمكانية لإطلاق هذا الاسم على شوارع أو ساحات أخرى وحتى في مدن أخرى لتحقيق نوع من العدالة المجالية في هذا المجال، حتى لا يعني تضيع هذه الأسماء وتهمل بسبب يعني التركيز على أسماء دون غيرها. وخاصة اليوم مع التكنولوجيا المعاصرة ومع تطور الرقمنة يمكن أن يعني تكون هناك حوارات أو بودكاست مع بعض أبناء هذا العلامة، وأيضا يعني بشراكة مع جهات أخرى مثل الإذاعة الوطنية، ومثل أيضا يعني بعض الوزارات الأخرى، وزارة السياحة أو وزارة الأوقاف أو وزارة التعليم العالي، وزارة التربية الوطنية، وغيرها من المؤسسات التي تهتم بحفظ ذاكرة المغاربة وذاكرة أعلام ورموز المغرب،
وتوظيف هذه الأسماء في التعريف بالمغرب وفي التربية على المواطنة، ما دام تطلق على أسماء المؤسسات التعليمية. ولذلك فإن هذا رد الاعتبار لهذه الشخصيات، ومنها شخصية محمد بن الفاطمي بن الحاج السلمي عبر توبونيميا، ليس فقط تصحيح للذاكرة التاريخية فحسب، ولكنه أيضا إعادة تشكيل للوعي الجمعي. فهذه العملية تمثل جسرا بين الماضي والحاضر، وتعيد للأجيال القادمة والأجيال الحالية تعيد اكتشاف الذات، اكتشاف روافد جديدة للهوية المغربية المتعددة الممتدة بين العلم والجهاد، بين الروح الوطني والانتماء الحضاري وغير ذلك من الأبعاد الرمزية للتوبونيميا التي تتحول إلى أكثر من مجرد تسمية للمؤسسات، تتحول إلى فلسفة تربوية وإلى خطوة عملية نحو مصالحة الأمة مع تاريخها، ونحو صياغة هوية مغربية منفتحة ومتوازنة تقدر علماءها ومجاهديها وتجعل من سيرهم منارات تضيء طريق الأجيال القادمة. المداخلة ستكون رهن إشارة هذه الندوة المباركة من أجل نشرها ضمن أعمال الندوة. أكتفي بهذا الملخص، وأجدد الشكر والتقدير للجنة التنظيمية ولكل السادة الأساتذة الفضلاء المشاركين في هذه الندوة. شكرا على حسن الإنصات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.